مشاهدينا الكرام، فارسنا النهارده هو الدكتور حافظ شمس الدين. دكتور حافظ شمس الدين موسوعة من الخبرات، موسوعة من المناصب، موسوعة من العلم، من القيم، من الأخلاق. أستاذ دكتور حافظ شمس الدين بدون مقدمات طويلة هو أستاذ الجيولوجيا في جامعة عين شمس، هو عضو مجمع اللغة العربية، هو عضو المجمع العلمي المصري، حائز على الكثير والكثير من الجوائز والأوسمة. برحب بسيادتك يا فندم، اهلا وسهلا. وسعيد جدا بلقاء سيادتك النهارده. الشرف لي يا فندم. أن يحلم أن يكون طبيبا، ولكنه أصبح أحد أهم علماء الجيولوجيا في مصر والعالم، وكرمه الرئيس عبد الناصر لأن ترتيبه كان الأول على الجمهورية لخريجي كليات العلوم. مولود في مدينة شربين بالدقهلية عام 1942 وتعلم في مدارسها الحكومية. تخرج من علوم أسيوط بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الماجستير و2 درجة دكتوراه من بريطانيا وأمريكا. له أكثر من 37 مؤلفاً في شتى فروع العلم والثقافة والأدب. عين معيداً في علوم أسيوط، ثم انتقل إلى علوم عين شمس وتدرج فيها حتى درجة أستاذ، وما زال صاحب 82 ربيعاً ينقل علمه وخبرته لطلابه بالبكالوريوس والدراسات العليا. تم اختياره عضواً في مجمع اللغة العربية الخالدي والمجمع العلمي المصري. قام بالنشر والإشراف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية. إنه فارس من فرسان الوطن، المفكر الكبير والعالم الجليل، الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، وعضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي المصري.